هو فيلم مصري من إخراج وتأليف طارق العريان، وهو الجزء الثالث من سلسلة ولاد رزق. تم عرض الفيلم في دور السينما في عام 2020، وحقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور ونال إعجاب الكثيرين. الفيلم يتبع قصة أبناء عائلة رزق الذين يقررون العودة مرة أخرى لمواجهة تحديات جديدة ومواجهة عدو جديد. يضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم المصريين مثل أحمد عز، أمير كرارة، محمد ممدوح، أحمد داود، ونخبة من النجوم الشباب. ولاد رزق 3 يعتبر من أفضل الأفلام الحركية والأكشن في السينما المصرية، حيث يقدم مشاهد حماسية وإثارة ممزوجة بالعلاقات الإنسانية والدراما العائلية. الفيلم يلقي الضوء أيضا على قضايا اجتماعية مهمة، ويقدم رسالة عن التضحية والوفاء للعائلة